السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم الرز بلبن على طريقتي، زي ما انتوا شايفين كده. وان شاء الله هعمله مع احلى فريق ايمان احمد. ويلا بينا نشوف المكونات بتاعتنا ايه. لدلوقتي المكونات اهي سهلة وبسيطة جدا، وهيطلع معاكي جميل زي المحلات واجمل. وكفاية ان انتي عاملاه في بيتك. معايا هنا كوباية الا ربع رز مغسولة كويس، ومعايا كمان كوباية سكر، والسكر ده اختياري، تقدري تحليه زي ما انتي عايزة. ومعايا هنا معلقة كبيرة من القشطة، ومعايا هنا معلقة فانيليا. ودي كلها المكونات، زائد طبعا اللبن. زي ما انتوا شايفين معايا كيلو لبن هنا، غليته. وهبدأ دلوقتي اعمله معاكم. دلوقتي انا حاطه الرز على النار اهو بيتسلق، وده شكله بعد ما اتسلق بقى بالشكل دوت بدون اي اضافات. زي ما انتوا شايفين كده، استوى معايا اهو وبقى حلو جدا. دلوقتي معايا كيلو اللبن، طبعا غلي معايا. وهبدأ انزل عليه معلقة القشطة الكبيرة، واقلبها كويس واسيبها تدوب معاه اللبن وهو بيغلي بالشكل دوت. وابدا انزل كوبايه السكر، وطبعا زي ما قلتلكوا السكر اختياري على حسب ما بتحبيه، تحبيه مسكر قوي او بتحبيه سكره خفيف زي ما تحبي. بنقلبه كويس قوي، وبعد كده هبدا اضيف معلقه الفانيليا بالشكل دوت واقلبها. وابدا بقى اضيف الرز بتاعي بعد ما اللبن يغلي معايا كويس قوي بالشكل دوت، واقلبه بقى كويس قوي واسيبه يغلي على النار. ولدلوقتي هحضرله معلقتين نشا بحيث يربط معايا، ودي تقدري تستغني عنها. معلقتين النشا بدوبهم في حبة مية بالشكل دوت، زي ما انتوا شايفين ادوبهم كويس. وهبدأ بقى انزلهم على الرز بلبن بتاعي بعد ما يغلي معايا. دلوقتي الرز معايا غلي اهو بالشكل ده. وطبعا مش هيحتاج نسيبه على النار كتير عشان الرز معايا مستوي. وانزل بقى المعلقتين النشا بالشكل دوت واقلبهم كويس قوي وابدا اقدمهم بقى. ودلوقتي يا حبايب قلبي انا خلصت الرز بلبن اهو معاكم بالشكل دوت، وقدمتهم في كاسات. تقدري تحطيهم في اطباق او تقدري تحطيهم في اي حاجه للرز بلبن. ده شكله النهائي، وزينته من فوق بجوز الهند وزبيب. تقدري تزينيه باي حاجه موجوده عندك. كانت طريقه سهله وجميله جدا، وطعمه حكايه احلى من المحلات. لو عجبك ما تنسيش تدوسي لايك وتعملي سبسكرايب للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.